لمّا بعد ما خرجت حسّيت بكسوف، يعني بقيت أنا مكسوف من نَفْسي. بقيت باتفرّج على الأعمال اللي بتتقدّم ما شاء الله، أعمال ومسلسلات جميلة جدًا، بابقى حاسس إن أنا يعني يا جماعة والله أنا أستحق فرصة تانية. بعدين الحمد لله ربنا أكرمني جدًا بعد الخروج، بعد ما زي ما باقول لِك نويت من جوايا إن أنا هابدأ صفحة جديدة وهابتدي حياتي بشكل مختلف خالص عن اللي كان موجود، مش هافتح أي أبواب لأي حاجة فيها لإنه سبحانه وتعالى قال: "ولا تتبعوا خطوات الشيطان." مش لا تتبعوا الشيطان نفسه، خطواته. لا تتبعوا خطواته، إنه الطريق دوّة هيوديني في حتة مش تمام بلاش. أنا خايف أرحل من الدنيا بسبب الحزن، وبدعي ربنا كتير قوي إنه يرزقني ويكرمني. للأسف أنا مش لاقي شغل وما عنديش مهنة تانية، وابني بيكبر قدامي ومش عارف أساعده. ده كلام قاله الفنان أحمد عزمي بعد مروره بفترة صعبة، ونشر بوست وكتب فيه إنه قد إيه حاسس بإحباط شديد، وبيناشد الشركة المتحدة بفرصة عمل علشان يشتغل زي الأول، خصوصاً بعد مروره بأزمة كبيرة في حياته، وإنه محرج جداً من ظهوره في أي منصة على السوشيال ميديا. وقال إن مفيش طعم للحياة من غير شغل، وأنا ابني بيكبر قدامي ومش عارف إزاي هساعده على مواجهة صعوبات الحياة، وإنه محروم من تحقيق ذاته. وبعد ما أحمد عزمي نزل البوست تاني يوم على طول نزل بوست تاني وكتب إنه بالفعل اتواصل مع الشركة المتحدة، وقال تم بفضل الله توقيع عقد عمل فني لرمضان القادم. فشوف بقى قد إيه كرم ربنا عظيم وجميل جدا. يعني مثلا أوقات تكون بتدعي ربنا بحاجات كتير قوي، وتكاد تكون خيالية من فرط استحالة حدوثها، وتلاقي فجأة من حيث لا تدري ربنا كرمك بيها. فصدقني مهما كانت حاجة نفسك فيها قوي مستحيلة وكبيرة، فالله أكبر. أصلك لو ما طمعتش في كرم ربنا هتطمع في إيه؟ الدعاء سيد الاستجابة. اوعى تيأس وافضل ادعي ربنا كتير، وبإذن الله هتلاقي ربنا كرمك وحقق لك كل اللي انت كنت متخيله إنه مستحيل يحصل. فربنا يرزقنا باستجابة كل دعواتنا عاجلا غير آجلا، ويرزقنا الإلهام اللي يخلينا ندعي بيها دايما.